السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير. بمناسبة الإسراء والمعراج، معلش هي جت متأخرة شوية، فكل عام وانتم بخير، وكل عام والأمة الإسلامية والعالم العربي كله بخير يا رب. دلوقتي يا حبايب قلبي احنا هنتكلم بوضوح. دلوقتي بالنسبة للفراخ، طارت، بقت في ايد، بسم الله ما شاء الله. يعني لو يهود هيبقى ارحم من اللي احنا فيه شوية. فدلوقتي يا حبايبي احنا هنقول وهنناشد ونقول للناس كلها كده: انت ما تحطيش صبعك تحت ضرس اي حد، ما تستسلميش، ما تجيبيش فراخ بالغلا والكوى من بره. اصل انت مش هتلاقي الناس كلها على قدها، والناس ظروفها تعبانه، اللي معاه بيظلم اللي معاهوش. فاحنا دلوقتي يا حبايب قلبي بنقول لكم ايه؟ هنرجع لورا شويه، هنرجع لورا شويه، مش هنرجع في كده، احنا هنرجع في التفكير لورا شويه ونعمل زي امهاتنا واجدادنا ما كانوا بيعملوا. هنربي فراخ في البيت، هنربي فراخ وبط في البيت. منها اول حاجه هياكلوا حسنه البيت، لقمتين فايضين عندك، حبه اكل فايضين عندك بتاع. هم الناس اللي في الفلاحين او الارياف فاهمين كلامي ده كويس، او في ناس في المدن بتربي زي حالاتي كده، انا بربي ما بعرفش اقعد من غير تربيه. فدلوقتي احنا هنرجع تاني لورا وهنرجع نربي في بيوتنا تاني. عندك بلكونه، اعملي عشه في البلكونه وقفليها، واعملي لها قاعده اللي هي البلاستيك دي، او قاعده سلك، او قاعده خشب، وربي فيها ان شاء الله يكون 10 فرخات ب10 فرخات. هتربي وهتاكلي ولادك حاجه نظيفه. عندك مثلا البلكونه ماشي، عندك مكان مستغنيه عنده اعملي فيه. عندك تحت مثلا حوض اعملي فيه، بس ايدك في النظافه. على 10 فراخ مش هيلحقوا يعملوا حاجه، خلاص. عندك سطح اعملي فيه، ربي فيه. عندك انت ما عندكيش اختك عندها مثلا، جارتك عندها، اتكاتفوا مع بعض واعملي وتشاركوا في العلف، او هاتي حاجتك لوحدها لو في نفس طيبه، حاجتك لوحدها وحاجتها لوحدها. هتربوا وهتاكلوا كل حاجه نظيفه. ما تاكلوش فراخ اللي هي المتلجه، مش عارفين مصدرها ايه، هي جايه من بره، بس هل اللي بره ذابحين حلال زينا؟ بيسموا على الحاجه كده ويعملوا زينا؟ طبعا دي ما نعرفهاش. فاحنا هنرجع ايه؟ نربي من تاني، عشان خاطر دلوقتي السماسرة عملوها، واللي عملوها مش عارفين يتصرفوا ازاي، هم نفسهم مش لاقيين شغل يشتغلوه، لان اغلب المربيين قعدوا من الشغلانه دي. الله يكون في عونهم، صحاب عيال، اصحاب بيوت، الله يكون في عونهم. فاحنا دلوقتي الفيديو بتاع النهارده بناشد الناس كلها: ربي في بيتك 10 فرخات ب10 فرخات، 10 بطات ب10 بطات، ما تكتريش، من ناحيه تقدري على اكلهم، ومن ناحيه ما ياخدوش مكان كبير عندك. انا بناشد الناس عشان الناس تقول ايه؟ مش كل الناس عندها مكان تربي، انا بقول للناس اللي متاح عندها مكان ان هي تربي فيه. انا بقول للناس برضو انا معاكي في دي ومعاكي في دي. فاحنا بنناشد الناس كلها، عشان كده الموضوع يعني السماسرة عملوها ومش عارفين يتصرفوا ازاي. يعني اللي حضر العفريت المفروض هو اللي يصرفه، اللي حضر العفريت المفروض هو اللي يصرفه، هم مش عارفين يصرفوه. الموضوع خرج السيطرة، خرج عن السيطرة. الناس كلها والشعب والناس كلها والسماسرة والتجار خرج عن ايد الكل. الفراخ يا جماعه في رمضان هتعدي ال100 جنيه، انا قلت لكم قبل كده هتوصل ل100 جنيه وهتوصل ل80 جنيه و70 جنيه، والكلام حصل. في رمضان هتطلع عن كده كمان. فانا بناشد الناس كلها ان انت ارجعي ربي في بيتك تاني، مش هتاكلي غير حاجه من تحت ايدك. لو الفرخه فيها كيلو هتذبحيها، هتمر عليك انت وعيالك. كيلو ونص هتسد خانه. ولا انك ما تجيبيش فراخ بيضه لو غاليه، هاتي بلدي، هاتي هجين، هاتي سيلفر، هاتي جمازي، هاتي ساسو. الفراخ انواعها كتير جدا. الرخيص هاتيه وربيه، الرخيص هاتيه وربيه، واعملوا في بيوتكم، ربوا في بيوتكم. الناس زمان كلهم كانوا بيربوا، ربوا في بيوتكم، هتلاقي نفسك بتربي من ما فيش. هو العلف غالي والحاجه غاليه، بس هيلموا حسنه البيت عندك، هيلموا حسنة البيت عندك. مش هقدر اقول اكتر من كده. في اسئله جايه لي كتير، بس انا طالعه النهارده بناشد لان الناس صعبانه عليا.
الناس تعبانه، الناس غلابه كتير، والناس مش عارفه تعمل ايه. ايه اللي يخليكي تاكلي رجول فراخ؟ ايه اللي يخليكي تاخدي جلد فراخ؟ ايه اللي يخلي الاجزاء ب55 جنيه الكيلو؟ ليه؟ ما تجيبي انت بقى في قلب بيتك ان شاء الله يكون الفرخه كيلو هتاكليها وتاكلي حاجه حلوه. الشعب المصري ما بيتذلش لحد، الشعب المصري والمرأة المصرية ما بتتذلش لحد. اعملي حاجتك في بيتك، اعملي في اي وسعك، في كل وسعك اعمليه. هاتي الفرخه مش لازم عمر يوم، هاتيه حلو كده، هاتيه بتاع 20 يوم او 30 يوم وربي اللي هو البلدي. يا جماعه ارجعوا ربوا تاني، مش هتعرفوا تاكلوا ولا تربوا ولا تاكلوا الا لما تربوا في بيتكم. الكلام ده ما ينفعش. المهزله اللي الواحد بيشوفها دي ما تنفعش خالص للشعب المصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.